ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، نحن في هذا اليوم 13 من نوفمبر كما تشاهدوا مشروع طريق بني أحمد مرورا بالقرى الغربية، مشروع خدم الناس جميعهم. مر وسط العزلة تماما، وسط الكثافة السكانية، ابتداء من منطقة الإسقاف، يرعى، الرحمانية، دار القطو، إن شاء الله تعالى محطتنا الأخيرة كما تشاهدوا قرية المساب بقاع الريم. شاهدوا الكثافة السكانية لهذه المناطق التي لم تصل إليها الطريق الآن، فمد يد العون واجب من أجل الاستمرار، وهذا عمل جبار تقومون به. بارك الله في كل من دعم هذه الحسنة الجارية. نرجو من شباب الخير أن يكونوا سفراء لدى فاعلي الخير، فهناك من يحب السباق في هذا الميدان العظيم وفي هذه الحسنة الجارية. كونوا سفراء للخير أيها المؤتربون، بارك الله فيكم وجزاكم الله ألف خير. شاهدوا الكثافة السكانية في القرى التي لم تصل إليها الطريق، هذه العزلة المحرومة من الطرقات وكأنها حدائق معلقة. بارك الله فيكم جميعا. هذه القرى كلها ستستفيد من مشروع طريق بني أحمد مرورا بالقرى الأربية.